وحنا على بعد 4 شهور تقريبا على مسابقه كاس افريقيا. الملاعب المغربيه اللي غادي يستقبلوا هذه المسابقه كيعيشوا اللحظات ديالهم الاخيره من بعد مده طويله، وحنا متبعين الاشغال. في اخر فيديو حطينا في القناه شفنا فيها الاشغال ديال الملعب البريد وملعب مولاي الحسن اللي اللهم بارك غاديين في تقدم كبير، وبان الشكل ديالهم وكيفاش جاو المدرجات وشكل السقف، وناقصهم غير فينيسيون. هذا التطور طرا في شهر تقريبا، وهذا هو اخر فيديو درنا عليهم. وشوف لي تبارك الله النيفو اللي وصلوا ليه والخدمه اللي تزادت في ظرف وجيز. اما الفيديو ديال اليوم غادي نخصوه لكل من ملعب مولاي عبد الله وملعب طنجه اللي كيتعتبروا اكبر واجمل الملاعب المغربيه، وهما الملاعب الوحيدين اللي كبار ومده طويله وحنا متبعين الاشغال ديالهم حتى وصلوا لهذا النيفو ما شاء الله. فاجي نشوفوا اخر الاشغال والمستجدات ديال كل من ملعب مولاي عبد الله وملعب طنجه. غادي نشوفوا كل ملعب النيفو اللي وصل ليه بالديتاي وكاع الاشغال اللي دارت واللي باقا. غنشوفوا الفرق في طريقه التسقيف ما بين ملعب مولاي عبد الله وملعب طنجه، وكل واحد باش كيتميز والجماليه ديال التصميم اللي جاو بها، وبدينا كنشوفوه في الواقع. هادشي كله وكثر غنهضروا عليه في هذا الفيديو. غنطلب منكم حاجه وحده، خلي لي اشتراك للقناه كدعم ليا باش نزيد نتموتيفا. موجد لكم مواضيع زوينين غادي يعجبوكم بعيد على الاشغال ديال الملاعب المغربيه، فدير معك اشتراك. بغينا نوصلوا ل 20,000 في هذه السيمانه، وكمل الفيديو حتى الاخر. السلام عليكم، معكم عبد الاله. اجي نبداو بملعب مولاي عبد الله الكبير، التحفه المغربيه كما كنسميها من البدايه. فهذا الملعب عشنا معاه فتره طويله وحنا متبعين الاشغال ديالو، وبزاف ديال الاخوان طراو لهم مشاكل باش يوصلوا لنا صوره قريبه على الملعب واخر الاشغال. فتحيه لهم وكندعي لهم بالتوفيق، وان شاء الله يتعوضوا في داكشي اللي جاي. فالنيفو اللي وصل ليه الملعب حاليا كتبين المجهود الكبير اللي داروا كاع الناس اللي مساهمين في هذه التحفه، وكتبين الصعوبه ديال الاشغال وشحال معقده، ومع ذلك غاده في الاتجاه الصحيح. فتخيل معايا هاد جوج صور بيناتهم شهر تقريبا. فبالنسبه للاشغال اللي سالت مده طويله، هي الباركينغ اللي كيتعتبر عنصر مهم في الملعب وغادي يساهم في تنظيم المباريات في ظروف مزيانه. وطبعا حتى الببوشه كملات. الفضاء ديال الملعب كملات فيه كاع الاشغال اللي في السوسول، وكاع لي ريزون اللي غادي يربطوا الملعب برا تخدموا، وحاليا خدامين في الفينيسيون اللي الفوق في جناب ديال الملعب. وكما كتشوفوا هنا بداو في تركيب هذا البارتي اللي كيتعتبروا جزء من التصميم، وكيتم تزيين الجناب ديال الملعب بالعشب بحكم ان مدينه الرباط معروفه بمساحات خضراء، وحتى الموقع ديال الملعب جا وسط الغابه دونك حاجه مزيانه. بالنسبه للقنطرات اللي غادي يربطوا حي الرياض بالملعب تخدموا بطريقه زوينه كيف ما كتشوفوا مع الدروج في هذا الشكل، زادوا من الجماليه ديال الكومبلكس. ندوزوا لاهم جزء في الملعب واكثر جزء مركزين عليه في الاشغال واللي هو التسقيف. فكيف ما كتشوفوا اللهم بارك نقدروا نقولوا كملات، باقين اجزاء بساط. فغادي نعاودوا نتذكروا طريقه التسقيف من البدايه. فاول حاجه تم تركيب الهيكل الى عقلتوا عليه وهو الاساس ديال السقف، وخدا وقت طويل. من بعد بدات عمليه تركيب هاد الاجزاء اللي هنا، وبقاو طالعين حتى لهاد الحلقه بقات خاويه. حتى من بعد تم التشبيك ديالها. من بعد تم تركيب جزء اخر اللي غادي يكون هو الاخير فوق هذا الجزء. وصراحه هذا السقف اللهم بارك مخدوم بطريقه جميله ومعقده. يعني السقف كيتكون من 3 الاجزاء، الهيكل والجزء الثاني اللي غادي يشد هذا الجزء الاخير اللي غادي يكون في الواجهه. اما الحلقه اللي الفوق تخدمت بشكل اخر، وحتى هي تم تركيبها باجزاء صغار بجوج مراحل. تم تركيب هيكل من التحت وعاد جا هذا الجزء الاخير اللي كيتكون من هذا القطاع. فكيف ما كتشوفوا بالنسبه للسقف ما بقات هضره، كلشي قدامكم، بقاو اشياء بساط باش نقولوا واجد 100%. وتحيه للعمال والمهندسين اللي وقفوا على هذه الخدمه. اما الملعب من الداخل فخدامين على راحتهم وكيوجدوا في كاع التكنولوجيا اللي غادي يركبوا في الملعب. تم تركيب الشاشات واللوائح الالكترونيه وكيعتنيوا بالعشب باش يكون واجد في احسن الظروف، وكيركبوا في الاضاءه اللي غادي تكون في شي افتتاح او في بدايه المباراه ولا حتى الى تماركا شي بيت. وطبعا غادي يكملوا الكراسه لانه ماشي هذا هو الشكل النهائي ديالهم، خلاوه هكا غير باش يسهل عليهم التنقل وسط الكراسه. فان شاء الله كلشي يكمل في احسن الظروف. وفي الفيديو الجاي غادي نديروا ريفيو على الملعب بالديتاي. ندوزوا لملعب طنجه. وقبل خلي لي اشتراك للقناه، وإلا بان لك المحتوى ديالي كيستاهل الدعم وكان في الاستطاعه ديالك فغادي نكون مشكور لك. ملعب طنجه تبارك الله كيشهد تقدم كبير في الاشغال، وخدامين بمبدا الدق والسكات حتى بهار كلشي بالنيفو اللي وصل ليه والجماليه اللي غادي يوصل ليها منين غادي تسالي الاشغال. الملعب من الاول كان باين بلي طريقه التسقيف مختلفه على الملعب مولاي عبد الله والملعب الاولمبي. من بعد ما كملوا هذه الحلقه واللي خدات وقت طويل وكملوا الحلقه للوسط وتم الرفع ديالها، كاين اختلاف في الشكل وفي الحواف وفي المدرجات وفي السقف. فبالنسبه للاشغال حاليا تم تركيب الاجزاء اللي بينوا لنا الشكل ديال السقف وجاو ما بين الحلقه الكبيره والصغيره. التركيب ديالهم كان على شكل جوج بارتي
البارتي الاولى جات حتى لهنا وعاود ربطوهم بالحلقه للوسط بقطع من الحديد، لان الحلقه للوسط جات مديكاليه شويه وهابطه. من بعد ما ركبوا جزء اخر باش يزيدوا من المستوى ديال السقف ويجي الملعب مغطي مزيان، ربما يزيدوا جزء ثالث باش يجي الملعب مغطي بحال ملعب مولاي عبد الله. حاليا مازال ما كملوا هاد الاجزاء، بقات ليهم شي حاجه قليله وحتى هما ربطوهم بالحلقه للوسط. الملعب غادي وكيقرب للشكل اللي جا في التصميم، وإلا زوميتوا على التصميم غادي يبان لكم هاد الديكالاج ما بين الحلقتين اللي تم ربطهم بهاد القطع تحطوا حاليا في الاشغال كيف ما هكا. هاد الشبكات اللي كاينين هنا ركبوهم على قبل العمال باش يخدموا على خاطرهم، وإلا قدر الله وزلق شي واحد. على حسب الملاحظه ديالي غيبان لكم هاد السنينات اللي في هاد الاجزاء سبب الوجود ديالهم هو غادي يغلفوا السقف بالقماش باش يتزينوا باضواء الليد كيف ما داروا في الجنبات اولا الغلاف اللي تم التركيب ديالو مؤخرا وبداو كيتيستيو فيه، وبان باللي غادي يعطي شكل رائع للملعب مع شكل الغلاف اللي كيركبوا فيه. في اخر صوره شفنا فيها تجربه ديال الليد في الغلاف، بان باللي من بعد ما كيشعلوا الضوء كيبان الهيكل ديال الملعب بسبب ان القماش اللي ركبوه شفاف. انا كنظن ماشي هذا هو الشكل النهائي، غير نزيدوا نصبروا والانتقاد كيكون ملي كتسالي الاشغال. اما دابا مازال كلشي في طور التحضير. الملعب بصفه عامه قدر يتجاوز بزاف المراحل، منها تركيب العشب والكراسه، ولكن المرحله اللي تعطل فيها بزاف هي التسقيف، وهذا الشيء راجع لطريقه التسقيف اللي جديده رغم انها ماشي مكلفه ولكن خدات وقت طويل. والحمد لله دابا ولا كيبان التقدم، واحسن حاجه هو يكون تنوع في الملاعب من ناحيه الشكل والمميزات. عمليه التسقيف في ملعب طنجه كتسمى تونسل فابريك روفين، مختلفه على اللي اعتمدوا في ملعب مولاي عبد الله اللي كتسمى فيكسيد روف. والفرق بيناتهم هو ملعب طنجه كيعتمد كما كتشوفوا على حلقتين وكيتم ربط بيناتهم من تما كيغطيوه بالقماش كيف ما داروا في الجناب. اما ملعب مولاي عبد الله فاعتمدوا بشكل كامل على الفولاذ من الجناب للفوق. والملاعب بجوج كيتميزوا بالجماليه والحجم الكبير، وكنتمنوا الاشغال تكمل في احسن الظروف ان شاء الله. فمن بعد ما كمل الملعب الاولمبي وتحط كيف ما شفناه اول مره في التصميم كيف ما كتشوفوا، هادشي كيكونفيرمي لينا باللي كاع الملاعب اللي كيتبناو حاليا غيطلعوا كيف ما شفناهم في اول التصميم. وفي الفيديوهات الجايين غنعطيكم تفاصيل دقيقه لكل من الملعب فيهم، وحتى ملعب البريد وملعب مولاي الحسن وحتى ملعب الحسن الثاني نعطيو بعض المستجدات ومشاريع اخرى جايه في الطريق ان شاء الله. الا وصلتي حتى لهنا كنشكرك بزاف على الوقت ديالك، كنتمنى يكون عجبك الفيديو، بان عندي في كومونتير باش نعرفك، ونشكرك على التتبع ديالك. دخل عندي الانستغرام الا كان عندك شي سؤال على الموضوع او كان عندك تساؤل كيفاش تبدا صناعه المحتوى في يوتيوب، فمرحبا بالاسئله ديالكم. دير معك جيم واشتراك كدعم ليا باش نزيد نتموتيفا ونطور من المحتوى اللي كنقدم. كان معك عبد الاله، نتلاقاو في الفيديو الجاي.